إذا ترجع إلى تاريخ المأتم الحسيني، أنا اليوم أريد أن أقف عند رواية أنت تشوف ايش تفتهم من هاي الرواية للإمام الباقر سلام الله عليه. طبعا في عصر الإمام زين العابدين سلام الله عليه الأمور ما كانت متاحة لكي تقام المجالس كما تقام الآن، كانت تقام بصورة محدودة، كان يقيمها الإمام زين العابدين بصورة محدودة، وكما ورد أنه بكى على أبيه 20 سنة. هذا البكاء 20 سنة، خلي على بالك المختار قتلة الحسين بعد كربلاء بسنتين أو 3 سنين. الإمام عليه الصلاة والسلام بقي يبكي على الحسين 20 سنة بعد كربلاء، يعني حتى بعد أخذ الثأر للإمام الحسين، بعد أن قتل عبيد الله وقتل أعوانه وأنصاره وقتل من شارك في دم الحسين، بقي الإمام يبكي. ليش يبكي؟ حتى يأصل، حتى يأسس. مضت هذه المرحلة، جاء دور الإمام الباقر عليه السلام، المدة بينه وبين كربلاء ما يقارب 35 سنة أو 30 سنة، يعني 3 عقود، أقل شيء جيل أو جيلين تغير. القضية تحتاج إلى تجديد، تأسيس، تأصيل، تعريق. شلون جذرها الإمام الباقر؟ شلون وسع القضية؟ هناك رواية مهمة جدا تكشف لنا عن طبيعة ما قام به الإمام الباقر سلام الله عليه في تشييد معالم هذه المآتم وهذه المجالس. يدخل الراوي على الإمام سلام الله عليه في كامل الزيارات موجودة مفصلا. طبعا الرواية مروية تارة عن مالك الجهني وتارة عن علقمة. شنو الرواية؟ الإمام يبين له ما ينبغي على الإنسان المؤمن أن يقوم به من عمل في يوم عاشوراء. أول ما يقوم به يقول للإمام: إذا كان يوم عاشوراء تخرج إلى الصحراء أو تصعد إلى سطح دارك، ثم تقوم بعمل، وهو أن تتوجه نحو قبر الحسين وتقوم بشيئين أساسيين. الشيء الأول السلام على أبي عبد الله، الشيء الثاني الدعاء على قاتليه، وبعض الروايات اللعنة على قاتليه. أنت تشوف زيارات الحسين كلها تصب في هذا المصب: سلام وتحية ولعن وبراءة، تولي وتبري. يعني أركان الزيارات كلها منها شطر منها تولي لآل البيت، تولي لأبي عبد الله، والشطر الآخر التبري ولعنة أعداءه وقاتليه. يقول له تقوم بهذا العمل، ما يطيع عبارة، المهم تسلم وتتبرأ من أعدائه وتدعو على أعدائه، تصلي ركعات، هذا كله قبل الزوال. بعدين يقول تبدأ بعد الزوال بمن؟ بإقامة العزاء. شلون تقيم العزاء؟ يقول ثم فليندب الحسين عليه السلام. يقول هذا المؤمن، هذا الموالي، يبدأ يرجع لبيته، يبدأ بالندبة. الندبة تختلف عن البكاء. راجع كتب اللغة يقول لك الندبة هو تعداد محاسن الميت. تبدأ تذكر مناقب أبي عبد الله. لما تذكر مناقب الحسين تبكي على الحسين، تبكي على الحسين. يقول ويقيم البكاء في بيته ويأمر من هو في داره
ممن لا يتقيه. تعرف ذاك الوقت في البيت الواحد أكو عندك أهواء مخالفة لآل البيت، أحيانا أخو أخ تشوف كل واحد هوى. يقول له إذا في بيتك أكو من لا تتقيه أؤمر أهلك بالبكاء على الحسين، أنت ابكي وأهلك هم أؤمرهم بالبكاء. هاي نكتة مهمة. الإمام يريد يأصل القضية، مو تختص بالمؤمن. إذا أنت تحضر في مجالس الحسين لازم عليك أن تعرف أنه أهلك هم يكونوا يحضرون، مو تترك الأبناء. شوف القرآن شو يقول، يقول وأمر أهلك بالصلاة. هنا الإمام يقول وأمر، وليأمر أهله بالبكاء، حتى هذه القضية تتوارث تنتقل. أنت قد تكون محبتك وولايتك مضمونة لآل البيت لأبي عبد الله، لكن أبنائك بناتك حصنهم بولاية أمير المؤمنين، بمحبة أبي عبد الله، بمجالس الحسين، بمصيبة الحسين. يقول له يأمر أهله بالبكاء، بعدين شو يسوي؟ يقول ويتلاقون، المؤمنين يتلاقون بعضهم بالبعض بالبكاء في البيوت. أول شيء تبدي بالمصيبة في بيتك، بعدين ما يكتفي بهذا المقدار. الإمام يقول له خلي يروحون المؤمنين فيما بينهم بالبيوت، يتلاقون في البيوت بالبكاء ويعزي بعضهم بعضا. يعني مجلس، يعني يقيمون المجالس في البيوت. ماكو حسينية ذاك الوقت، ماكو مآتم. المساجد هم بيد الغير، بيد السلطان الجائر. البعض يقول ليش احنا عندنا حسينيات ما نقيم العزاء في المساجد؟ شنو السبب؟ ارجع الى السبب، تشوف هاي الظلامة، هاي ظلامة اهل البيت. المفروض المساجد بيد اهل البيت، بيد اتباع اهل البيت، لكن لما ترجع الى التاريخ، على مر التاريخ المساجد كانت بيد اعداء اهل البيت. واقامت العزاء على اهل البيت امر محرم، محرم يعني من قبلهم. تدري انت بعض ابن الحجر في الصواعق يقول الغزالي يحرم نقل مصيبة الحسين ونقل واقعة كربلاء. على ابو شنو؟ انه هذا يسبب الحقد ويسبب الوهن للصحابة وكذا. يقول خلوها سكتة، عندهم تحريم. لذلك تشوف في بعض الروايات الإمام الصادق عليه السلام يصير لنا موقف. هذا الموقف شنو؟ يصير لنا موقف يدخل عليه بعض الشعراء ينشد أشعار في محضر الإمام، يقول فسمعنا الصيحة من داخل الدار. أنا يقول دخلت على الإمام، اسمه سفيان ابن المصعب أو ابن مصعب العبدي، يقول دخلت على الإمام الصادق، فالإمام قال لي أنشدني في جدي الحسين، وصاح بنته أم فروة. الإمام عنده بنت اسمها أم فروة باسم أمه، قال قولوا لأم فروة تأتي لتسمع ما جرى على جدها. يقول جدتي أم فروة بنت الإمام سلام الله عليه، اللي أمها أبوها حسيني من الإمام، يعني الإمام الصادق أبوها، وأمها فاطمة بنت الحسين ابن زين العابدين سلام الله عليه. فتصل إلى الحسين من الأب ومن الأم. الإمام قعدها خلف الستار، يقول بديت أنا أقرأ بالأبيات، يقول وإذا بها صاحت
هاي أم فروة بنت الإمام الصادق يقول صاحت فصاحت معها النساء. الإمام ايش سوى؟ يقول لما صارت صيحة شوف مظلومية أهل البيت، يقول الإمام قال الباب، ركضوا على الباب، راحوا للباب شافوا الناس مجتمعين بالباب، سمعوا صراخ، قالوا شنو صاير؟ الإمام قال قولوا لهم صبي لنا أغمي عليه فصاحت النساء. هذا هالمقدار يعني حتى الدمعة محرمة على آل البيت. وفي عصر الصادق، تعرف انت عصر الصادق كان هو عصر تقريبا اكو نوع من التوسعة واكو نوع من باعتبار ضعف الدولتين، نهاية الدولة وبداية الدولة، ماكو دولة تقريبا ماكو دولة ذيك الدولة. مع ذلك الإمام كان يتقي حتى من أهل المدينة، يقول قولوا لهم طفل أغمي عليه والنسوان دا تبكي، حتى لا يفتهمون على شنو دا نبكي.